ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة، ويا رب ما تقطع لنا عادة. وحشتوني جدا، بقالنا كتير جدا جدا ما طلعناش مع بعض على الفيسبوك، ولكن المرة دي الأمر يستدعي بصراحة. الأمر يستدعي نطلع ونضحك ونعمل كل حاجة. يا جماعة كنا بندور على 3 لعيبة بتوع نادي الزمالك وما كناش لاقيينهم. محدش شافهم. ثواني. مايك مايك استنى، ايه ده؟ لا ده مش في المايك. هنروحوا فين؟ استنى كده. 1 2 3. ايه ده؟ مش هنا. طب ثواني. مش هنا برضو، لا في المايك ولا في الجيب ولا هنا ولا هنا. وطلع علينا كده الصبح عبد الله السعيد وقال لك يعني من الاخر كده يا جماعه، وكيل عبد الله السعيد الكلام اللي هو بيتقال على السوشيال ميديا، وان هو الراجل ما يتحول للتحقيق او هيتعاقب لانه اتاخر على بدايه المعسكر، اللي احنا مش عارفين اصلا المعسكر ابتدى ولا ما ابتداش. مش عارفين اصلا في نادي الزمالك مين المدير الفني، مش عارفين اصلا مين اللي مشي ومين اللي قاعد، مش عارفين العزبه دي راحه على فين. بس عادي يعني، خلينا نضحك شويه ونهزر، لان طبعا كانوا طالعين السما ورايحين وجايين وهنعمل وهنسوي ورايحين افريقيا. مش عارفين هتلعبوا مين في افريقيا بصراحه، ولكن مش مشكله، خليهم مره من نفسهم كل كام سنه. ولكن خلينا نقول بقى ايه. عبد الله السعيد قال لك انا مش هلعب، انا مش رايح. ليه يا عم عبد الله؟ قال لك اخد فلوسي. انا عايز فلوسي، انت ما اديتنيش فلوسي، اديني فلوسي وانا اروح العب. ايه ده؟ ده عبد الله السعيد. طلع علينا بقى ايه؟ بتزيرة اللي كل جماهير نادي الزمالك طلعت تتكلم وتهاجم الكابتن الكبير العملاق والاسطوره الكابتن حسن شحاته، لما قال لهم خلي بالكم الراجل ده بيضحك عليكم. الراجل ده عرف منين تاكل الكتف، بيروح يعيط كده اهو. الراجل ده بيضحك عليكم، الراجل ده مش بتاع كوره. طلع علينا بقى معلم عم بيتزرع وقال لك ايه؟ قال لك انا حبيبي يا وقول، قال لك انا مش راجع تاني. ليه يا عم بيتزرع مش راجع تاني ليه؟ ده احنا مستنيين، ده احنا الناس بايته في المطار بقى لها 5 ايام مستنيين بيتزرع يرجع، العالمي والاسطوره والحريف واللعيب واللي في كوكب تالي واللي في كوكب خامس واللي في كوكب سادس. قال لك اصل انا مجلس لباليبو قبل كده قعدنا مع بعض وقالوا لي بص انا كنت عايز امشي، وعدوني وعد ابويا، قالوا لي خلاص اول عرض هيجي يا معلم هتمشي. قلت لهم ماشي، كنت لسه جاي وجاي لي عرض كبير وقلت ماشي. المره دي وصل لهم عرض كبير ولكن هم مش عايزين يمشوني، وانا مش راجع، انا عايز امشي. من الاخر انا بلوي دراعك، انا بلوي دراعك. ليه؟ لان انت برضو مش مديني او واخد انا مستحقاتي وانا قاعد هناك. تعالى بقى نلف مع بعض ونروح محاكم ونروح قضايا وهنا وهنا وهنا، وانت معكش اصلا تصرف، وانت معكش تصرف. يعني ادي كمان عمو بتزيرة اللي احنا بندور عليه قال لك مش راجع تاني. اخبط دماغك في الحيط، اخبط دماغك في الحيط. قول لي هتعمل ايه؟ وريني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجه. انت نادي ضعيف، انت نادي ما في، انت نادي بيساعدك اتحاد الكوره وهنابوريدا والعالم والاشكال اللي احنا نفسنا نخلص منها دي. الاشكال اللي احنا نفسنا نخلص منها دي هي دي العالم اللي بتساعدك، هي دي العالم اللي واقفه جنبك. تمام؟ ولكن مش هتطول. ليه؟ نفسك قصير، نفسك قصير قوي. انت ايش جابك، ايش جابك لنادي الاهلي؟ ايش جابك للنادي اللي بيلعب على عالميه ما بيلعبش؟ يعني انت بتقولي انت هتلعب كونفدراليه. هل تعلم يا صديقي السمكاكاوي ان حضرتك هتلعب مع البط الكيني في والجاموس الاوغندي في بطوله افريقيا؟ ايوه دي حقيقه، والله والله دي حقيقه. راحوا وراك برضو، راحوا وراك برضو. يعني انت متخيل؟ سبحان الله يا اخي، سبحان الله. تمام؟ طب قول لي هتلعب بمين؟ ده انت عمال بتوهم جماهيرك للاسف الشديد. الناس طبعا في طبعا ناس جماهير من جماهير نادي الزمالك كتير محترمه، يعني انا بس بتريق على الناس اللي بتطلع تهبد وتهبل وتقول حاجات غريبه يعني. ماشي؟ يعني خلينا نقول احنا جبنا صفقات. حضرتك تجيب صفقات ازاي وانت اصلا القيد عندك مقفول؟ ده 1. 2، انت خلصت بسرعه كام صفقه كده تخلصهم تك تك، او يعني القيد اللي عليك تك تك بسرعه بسرعه بسرعه، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تلحق بقى الرخصه. ما انت رحت مرور 100 عقبه قال لك لا لا مالكش رخصه.
رحت مش عارف تطلع رخصه قياده، قال لك يا عم ارجع يا عم لما تتم 21 سنه. قلت لهم يا جدعان ده انا معايا 5 بس. قال لك لا لا، ما تتم، ما تجيب 21 بطوله تبقى تيجي نطلع لك رخصه. ده معاك 5 من سنه 2002. اتكل على الله يابا، اتكل على الله، هي ناقصه مرار، اتكل على الله. بس طبعا لما يكون في هاني ابو ريده، لما يكون في احمد مجاهد، لما تكون كل المساعدات دي، ما طبعا لازم تحصل بقى، هتطبخ على نار هاديه لكابتن حسين لبيب، صح؟ ها؟ يعني ها لسه ولسه، خلي بالك. يعني قعدوا يقولوا النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب والسعاد والحرامي والبرامي ورامي وابو رامي والكلام ده كله، الكلام ده كله في كاليتش. الكلام ده كله في كاليتش. هنعرف بقى مين الفتره الجايه، مين الحرامي ورامي ها. لسه الفضايح لسه هتطلع. انا بقول لكم اهو لسه الفضايح لسه هتطلع. طيب اللعيبه بقى اللي هم بيقولوا عليها ده ماشي سيف الدين الجزيري، انت ما عندكش راس حربه حركه تلعب من عدي الدباغ، ده لسه عدي الدباغ رخر. اصبر اصبر، هتاخد حاجه نظيفه. احنا كل يوم هنتفرج، كل يوم هنتفرج. ده لسه ما بدأوش المعسكر بتاعهم. يا ترى الدوري هيتأجل؟ ده اللي هنعرفه. طيب سريعا بقى كده، وان شاء الله نكمل مع بعض بالليل. هنطلع في لايف بالليل باذن الله، نتكلم في كل حاجه على الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله. شيكو بانزا، انت فين يا عم شيكو؟ قال لك انا نايم جنب شيكو الصغير. ايه؟ انا جاي نايم جنب شيكو الصغير، نايم جنب ابنه وحاطط البزازه، ونادي الزمالك عمال يبعت له، ونادي الزمالك عمال يقول له انت فين، وبيدور عليه في كل حته وكل شارع، والراجل مطر الدماغ، مطر الدماغ. عارف شيكو بانزا بيقول لهم ايه؟ معنى كلامه يعني ومعنى حركته، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. طب فين الكلام ده؟ طب فين انت؟ طب فين اللي بياخد قرارات؟ طب فين الراجل مدير الكوره؟ كابتن عبد الناصر محمد فين؟ بلاش. فين النادي القوي اللي يقدر يرجع اللعيبه او ياخد مع اللعيبه اكشن؟ اكشن ملوش فيه. نادي الزمالك في الاكشن ملوش فيه بصراحه، ولا الاكشن ولا الطيبه، ملوش في اي حاجه بصراحه، ملوش في اي حاجه خالص. ادي هو حضرتك 3 لعيبه بنقول عيله تايهه يا ولاد الحلال، وعمالين بندور في كل حته وكل شارع ومش لاقيينهم. عمالين ندور عليهم في كل حته، عمالين يدوروا عليهم في السفارات وهنا وهنا مش لاقيينهم. طلع على طول عبد الله السعيد وقال لك لا توقعوا عليه عقوبيه، انا عايز فلوسي. ادي واحد، ادي عبد الله السعيد. طلع بعديها على طول خوان بتزيرة قال لك انا مش راجع. ليه يا عم؟ لا 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 يا عم، انا مش راجع. ارجع فين؟ انا جاي لي عرض بفلوس قد كده، وهم قبل كده كان جاي لي عرض بس كنت جاي نادي الزمالك قالوا لنا خلاص العب معايا الموسم ده وبتاع ومش عارف ايه، لغايه لما يجي لي عرض تاني وقعدونا انا وابويا وقلنا امين. والراجل طلع قال لك انا بعيد عن المحامين وانا بقى كلامي كله لجماهير نادي الزمالك، برضه لسه بيضحك عليهم. قعدوا شتموا رمز من رموزهم الكبير جدا عشان تعرفوا، بس هو ده نادي الزمالك بيشتم رموزه. رموزه الكبيره اللي النادي الاهلي تمام بنكن لهم كل احترام وتقدير، زي الكابتن حسن شحاته الراجل المحترم المدير الفني منتخب مصر، اللي منتخب مصر حقق مع بطولات كبيره جدا وكتيره جدا. لما قال لهم خلي بالكم ده بيضحك عليكم، طلعت الصفحات وطلع معظم اللعيبه اللي بتطلع على السوشيال ميديا او اللي بتطلع كمان على القنوات اللي ملهاش اي 30 لازمه بصراحه، لعيبه يعني كانت ضايعه جدا في نادي الزمالك. اهم حاجه عندهم الريتش. هاجموا الكابتن حسن شحاته. كيف حالكم الان؟ منهم كابتن خالد الغنجور، ايوه هو طلع هاجم كابتن حسن شحاته النهارده بيقول لك لا كان عندك حق. يا عم فين يعني، يعني اقول لك ايه، فين المهنيه؟ فين؟ طب دافع عن رايك. طب اي حاجه، ما في مش كده والله، ما كده، ده انت ضايع، ده انت في الشلاحات يا اسطى، ده انت مش موجود. اهم حاجه الريتش، اجري يا باشا على الريتش، ده اهم حاجه عندك. خلاص ده دي بتزيرة، وبعد كده عمك شيكو نايم زي ما قلنا جنب شيكو الصغنن، ومش مهم لا نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك ولا العالم كله تولع بجاز. ويا رايح كتر من الفضايح. ان شاء الله بالليل نقعد ونتكلم ونفضفض مع بعضينا كالعاده في نهايه كل فيديو سريع جدا جدا جدا. ده استنونا ان شاء الله على الساعه كده، يعني نقول 11 باذن الله او 12، نقول سلام واستنونا.